السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي. أهلا وسهلا بيك يا بطل معانا في حل التقييم بتاع الأسبوع الرابع. التقييم ده مهم علشان بيقولوا إن هو بيكون مرشح إن هو بيجي منه أسئلة امتحان الشهر. طبعا احنا الحمد لله اوريدي كنا حلينا أسئلة كتير، سواء الأسئلة بتاعتنا اللي احنا بنبعتها مع كل محاضرة. الأسئلة دي بتبقى يعني تقريبا من كل الكتب الخارجية، وبعد كده بنحل كتاب المعاصر، وادي دلوقتي التقييم اهوت. فاحنا طبعا مش بنحل علشان نحفظ اسئله، ولكن احنا بنحل علشان نبقى عرفنا كل الافكار، لان احنا بنتعلم الفكره مش بنحفظ السؤال. واتمنى يكون ده منهجك الدراسه عموما يعني. يلا على طول نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السؤال نمبر 1 بيقول لك آه طبعا، بس انا عايز انبه على ونقطه مهمه جدا. ازمتك دايما في الدرس ده، لو انت عندك ازمه فيه، ان انت ما بتعرفش تخرج جيفن. يعني انت لو خرجت جيفن امورك هتبقى تمام، هتعرف تشتغل. طيب خلينا نبدا بالسؤال الاول. بيقول لك 100 مللي لتر. ماشي، طبعا انا اول ما شفت دي اتعصبت، انا ما بشتغلش بالملي لتر، هعمل ديفايدد على طول 1000 عشان احولها للتر، فيبقى ده 0.1 لتر اوف 0.5 مولر مغنيسيوم هيدروكسيد. فطبعا قمت كتبت مغنيسيوم هيدروكسيد ام جي، طبعا هو كاتبها لي. طيب خلاص، ام جي او اتش باي 2 از ميكسد ويز 0.2 لتر. تمام. Of 0.6 molar hydrochloric acid according to the equation. The concentration of excess anion. طيب هتصلي على النبي بقى. بما ان يا محترم ده ميكس، بس ميكس بين حاجتين مختلفتين وحصل رياكشن، يبقى ده رياكشن عادي. اوعى يفهمك ان ده كونسنتريشن، دي مش مسألة كونسنتريشن، دي مسألة رياكشن. طيب بما انه محترم اداني الجيفن بتاع الرياكتنت ده والرياكتنت ده، انا قلت لك ان لما بيجي يديك الرياكتنتس كلها جيفن، يبقى ده هتشتغل بيه ليميتنج رياكتنت. عرفت منين يا دكتور؟ والله يا حبيب قلبي انا بعرف مساله الليميتنج رياكتنت عن طريق ان هو بيديني الرياكتنتس كلها جيفن. طيب انا اقدر اشتغلها ازاي؟ هقدر اشتغلها بكل بساطه. في الحياه هتقسم الدنيا نصين زي ما متعودين، مره ال HCl مع اي واحد من البرودكت، ومره المغنيسيوم هيدروكسيد مع نفس الواحد ده، ونشوف مين الاكسس والكلام ده، لان هو عايز الكونسنتريشن بتاع الاكسس اناين افتر الرياكشن. تمام. سيبك من كلمه اكسس اناين علشان اناين دي هتزاولك، احنا هنشوف مين الاكسس فيهم وبعدين نبقى نشوف قصه الاناين دي على جنب. طيب هنعملها ازاي؟ ما انا لازم يكون معايا النمبر اوف مولز بتاعت كل واحد اللي دخلت. طب ما انت يا راجل القانون كان بيقول لك ان المولاريتي ايكوال النمبر اوف مولز اهوت، النمبر اوف مولز اوفر الفوليوم، صح؟ فبالتالي انت تقدر تجيب النمبر اوف مولز اهو، لان انت معاك الكونسنتريشن اللي هو المولاريتي، ومعاك الفوليوم بتاع كل واحد فيهم. يعني انا دلوقتي اهو الهيدروكلوريك اسيد معايا الفوليوم بتاعه ومعايا الكونسنتريشن، والمغنيسيوم هيدروكسيد معايا الفوليوم بتاعه ومعايا الكونسنتريشن. تخيل كده يا صديق ان انت معاك ازازه من المغنيسيوم هيدروكسيد دي، والازازه دي هو بيقول لك انها 0.1 لتر والكونسنتريشن بتاعها 0.5 مولر. ما تقدرش يا راجل تجيب لي النمبر اوف مول؟ ما انا معايا الاثنين جيفن اهوت. قال لي سهله يا دكتور، هقدر اعمل الاثنين ملتبلاي في بعض. ما انا لو انا قدرت ان انا اعمل المولاريتي تايمز الفوليوم، يبقى انا كده بجيب النمبر اوف مولز. تمام. اتمنى تكون الدنيا وضحت معاك في النقطه دي. خلينا اجيب النمبر اوف مولز بتاع كل واحد علشان اقدر اشتغل على طول. 0.1 ده اول واحد تايم 0.5 تطلع معاك 0.05. تمام. ده كده النمبر اوف مول بتاع المغنيسيوم هيدروكسيد. يبقى المغنيسيوم هيدروكسيد معايا منه اهوت 0.05 مول، ده الجيفن بتاعي. اما الهيدروكلوريك اسيد فيبقى 0.2 تايمز 0.6 اهي، 0.2 تايمز 0.6. انا بشتغل على اقل من مهلي وراجل رايق جدا، انا المهم بالنسبه لي ان انا اطلع حل السؤال صح. يبقى 0.12 مول. جميل. طيب خلينا نشتغل بقى مساله ليميتنج رياكتنت عادي. اصلا انا معايا في الطبيعي الاثنين HCl بيخرجوا، نختار مين في دول؟ انا اختار ال H2O برتاح لها نفسيا، ادي 2H2O. ماشي. اما ال MgOH باي 2، MgOH باي 2 بتخرج بالكوفيشنت بتاعها، طبعا الكوفيشنت بتاعها 1، هنا الكوفيشنت بتاع الووتر 2، يبقى 2H2O. ونقوم قايلين والله ان في العادي ال2 مول بيخرجوا 2 مول، يبقى الجيفن بتاع ال HCl كميته قد ايه؟ هو حاطه قد ايه؟ 0.12 مول، صح؟ هيخرجوا كميه قد ايه؟ فنقوم قايلين والله x ايكوال 2 باي الرقم ده اوفر 2 اللي هو يطلع هو 0.12 مول من البرودكت هيتكون الكميه دي اللي هتتكون من الميه، ونقوم جايين كده عاملين المربع اللطيف ده.
وهنا نقوم قايلين والله من المغنيسيوم هيدروكسيد ال1 مول بيخرج 2 مول، يبقى الجيفن بتاع المغنيسيوم هيدروكسيد كام؟ 0.05 0.05 مول. هيخرجوا كميه قد ايه؟ فنقوم قايلين والله اكس دي ايكوال 2 ملتبلاي الرقم ده اوفر 1. طبعا 2 ملتبلاي الرقم ده هتطلع 0.1، ولكن علشان في ناس بيبقى عندها ارتكارية ولازم تستخدم الكالكوليتور، فاحنا هنستخدم لهم الكالكوليتور المره دي، ولكن انا عودتك ان احنا ما بنشتغلش بكالكوليتور. فيبقى 0.1 مول. يلا محترم، مين اللي كميته اقل؟ 0.12 ولا 0.1؟ فطبعا الناس يعني هتتلخبط. طبعا 0.1 زيرو، ما هو في زيرو هنا بس مش بيتكتب. 10 اكبر ولا 12؟ طبعا 12، فبالتالي ده الليميتنج رياكتنت، ده ما حصلش. يبقى ده اللي حصل، المغنيسيوم هيدروكسيد هو اللي اتفاعل، الكميه بتاعته كلها اتفاعلت وخرجت لي كميه قدرها 0.1 مول من الووتر، تمام. فهو بالتالي الراجل بيسالك يا سيدي على الاكسس، يعني الكميه الريميننج. الكميه الريميننج افتر رياكشن، طبعا انت علشان تحسب الريميننج بعد ما بتعمل الليميتنج رياكتنت علمتك، قلت لك الاول بتحسب الكميه الرياكتد. طبعا انا كده عندي اهو، خلينا اغير لك اللون علشان ما تتلخبطش. انا كده عندي واحد ليميتنج، ده الليميتنج اهو، وعندي واحد اكسس اهو، ده الاكسس اللي هو الاتش سي ال. فالاتش سي ال ده اكسس، هيتبقى جزء منه ما اتفاعلش، مش ال 0.12 مول هيتفاعلوا منه، لكن في جزء منهم هيتفاعل. فانا محتاج اعرف الجزء اللي اتفاعل. الكميه الرياكتد عشان تعرفها بتعمل ريشيو ما بين الليميتنج والاكسس، الليميتنج اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد والاكسس اللي هو الاتش سي ال، فبالتالي اللي هما الاثنين الرياكتنت يعني، فبعمل ريشيو ما بينهم 2 اتش سي ال، ما بين المغنيسيوم، ما بينه وما بين المغنيسيوم هيدروكسيد، ونقوم قايلين الاثنين مول بيحتاجوا 1 مول علشان يتفاعلوا معاه. فالجيفن بالنسبه لي مين اللي اتفاعل؟ المغنيسيوم هيدروكسيد ولا الاتش سي ال؟ انا قلت لك بقى الاتش سي ال او اكس، والله ما كل حاجه فيه كل بياناته خاطئه، ولا الكميه دي اتفعلت ولا ده الكميه اللي انتجت، ولكن دي الكميه الصح اللي اتفعلت اللي انتجت، ودي الكميه اللي اتفعلت. فبالتالي المغنيسيوم هيدروكسيد الجيفن بتاعه 0.05 مول، هم دول اللي اتفعلوا 0.05 مول. تقدر تقول لي هياخدوا كميه قد ايه من الاتش سي ال؟ ونقوم قايلين والله اكس ايكوال اهو، خلينا نشتغل هنا، اكس ايكوال 2 ملتبلاي الرقم ده اوفر 1، تطلع معاك 0.1 مول. دي الكميه الرياكتد، دي الكميه الرياكتد. اما الكميه الريميننج ان رياكتد اهي، الريميننج يا محترم هي الكميه الجيفن اللي كانت معايا من الاول اللي هي 0.12 مول اهيت، سبستراكتد يعني هتماينصها من الكميه اللي اتفعلت. الكميه اللي اتفعلت 0.1 اهو، 0.1 مول ايكوال كام؟ يعني انت كان معاك 0.12 اتفاعل منهم 0.1، اتبقى كام؟ هيتبقى 0.02 مول. جميل جدا جميل جدا. فبالتالي انت معاك دلوقتي بعد كل الهري ده انت قادر تعرف ان انت معاك من ال HCl 0.02 مول remaining excess، هو دي الكميه الاكسس اللي هو عايزها. بس هو مش عايز النمبر اوف مول بتاع ال HCl، ده عايز الكونسنتريشن بتاع الاكسس اناين كمان. يعني سؤال ابن لذينه بس حلو، يلا نشتغل. تخيل كده يا صديق ان انا بقول لك ان انت معاك HCl، وال HCl ده دلوقتي انا عايزك تعرف الجيفن اللي معاك علشان تقدر تجيب الناتج. دلوقتي انت معاك من ال HCl اهوت، ال HCl انت عارف الكميه بتاعته، اللي موجوده دلوقتي 0.02 مول، مفيش منه تاني لان الباقي اتفاعل اوريدي، اتفاعل مع المغنيسيوم هيدروكسيد. هو عايز يعرف كونسنتريشن بتاع الاناين بتاعه. ايه الاناين ده؟ الاناين اللي هو الجزء النيجاتيف، ما هو ده كده اسمه اناين. طيب خليني اعرف الكونسنتريشن بتاعه هو، ولما اعرف الكونسنتريشن بتاعه هو اقدر اجيب منه الاناين بتاعه. الكونسنتريشن اللي هي المولاريتي اهيت ايكوال النمبر اوف مول اللي هي 0.02 اوفر الفوليوم. الفوليوم بقى بكام؟ هل هطلع اجيب الفوليوم بتاع ال HCl بس اهو، ال HCl طبعا انت عارف ان ال HCl هو الاكسس، هل هجيب الفوليوم بتاعه بس اللي هو ده 0.2؟ لا، هتصلي على النبي بقى. انا هنا عايز افهمك حاجه، انت عملت ميكتشر ما بين حاجتين اهوت جوه اناء واحد اسمه HCl، واحد اسمه مغنيسيوم هيدروكسيد. فبالتالي انت كان عندك من ده 0.2 لتر، وده كان عندك منه 0.1 لتر، ما هو اللي قايل لي تمام. فبالتالي التوتال فوليوم في الاخر هنا هيبقى عباره عن 0.3 لتر، وال 0.3 لتر دول جواهم 0.02 مول من ال HCl. يبقى علشان احسب كونسنتريشن فانت هتعمل نمبر اوف مول اوفر الفوليوم النهائي، الفوليوم بعد ما انت عملت ميكس. فبالتالي المولاريتي هتبقى 0.02
اوفر 0.3 اللي هو الفوليوم، يطلع كام المولاريتي بتاعت ال HCl؟ ادي يا سيدي الكالكوليتر، خلينا نحسب 0.02 اوفر 0.3 يطلع معاك كام؟ طلع معايا 0.06666. ماشي ان شاء الله خير. ادي 0.0667. حلو قوي كده. مولر. تمام. ده الكونسنتريشن بتاع مين؟ بتاع ال HCl. بس هو مش عايز الكونسنتريشن بتاع ال HCl، امال عايز ايه؟ عايز الكونسنتريشن بتاع الاناين الاكسس بقى. فطبعا احنا هنعمل ايه لما يكون بيسالني على ايون جوه كومباوند؟ فنقوم عاملين ادي ال HCl جواه H بوزيتيف واحده بلس Cl نيجاتيف واحده، ونعمل ريشيو. ال 1 مول بيبقى جواه 1 مول اهوت، وكمان 1 مول من ده. يبقى المولاريتي بتاعت ال HCl كام؟ 0.067. هنتخيل ان ده الرقم المكتوب هنا. يطلع كام مولاريتي من الراجل ده وكام مولاريتي من الراجل ده. طبعا احنا عايزين نحسب المولاريتي بتاعت ال Cl نيجاتيف، يبقى x ايكوال 1 ملتبلاي الرقم ده اوفر 1. يعني هو يعني في الاخر الكونسنتريشن بتاع الاناين بتاع الهيدروكلوريك اسيد هو نفس الكونسنتريشن بتاع الهيدروكلوريك اسيد نفسه الاكسس طبعا. فبالتالي خلينا نشوف الرقم ده 0.2 ولا 0. هو الرقم ده 0.06، بس هو كاتبها 33 بالابروكسيمت. يعني هو احنا اشتغلنا صح، مفيش اصلا اي ابروكسيمت عملناه، فبالتالي هو ده الرقم الصحيح. تمام. طبعا انت واخد بالك ان احنا 11 دقيقة بنشرح في مسألة واحدة، ولكن دي مش مسألة واحدة، دي مسألة قليلة الأدب، دي مسألة من الطراز اللي بقى إيه؟ ضرب لك limiting reactant في remaining، يعني مسألة طويلة، في concentration، فلا قليل الأدب، في concentration of ions. سؤال يرفع له القبعة. أنا بحب الأسئلة دي جدا يعني. خليني أنضف لك الدنيا دي كده وندخل على السؤال اللي بعده. يلا نكمل يا جميل. سؤال نمبر 2 بيقول لك the volume of 2 molar، يعني ده الكونسنتريشن of sulfuric acid required to prepare كمية معينة أو فوليوم معين of molarity معينة من solution. حلو قوي. يعني ده هنا في dilution هيحصل. أصلا أنا شايف إن الكونسنتريشن قل، يعني هو كان رقم وبعدين بقى رقم أقل، يبقى معنى كده إن دي كانت M1 ودي M2. ما هو ده before و after dilution، وده طبعا الفوليوم after dilution، يبقى هو عايز V1. خد بالك مهارتك في حل الاسئله دي هي ان انت تعرف تخرج جيفن. انت لو خرجت جيفن خلاص انت تقدر تحل، خلاص من سهل خالص. يلا يا عم V1 equal M2 V2 equal M1. ايه بقى الصعب في الموضوع؟ ولكن الفكره في ان انت تعرف اصلا هو عايز ايه. هو عايز الفوليوم بتاع مولاريتي معينه من السلفيوريك اسيد required to prepare، يعني انت لسه هتحضر، يبقى اكيد ده after dilution بكل اللي يخصه. فبالتالي القانون M1 V1 equal M2 V2. فطبعا V1 علشان تجيبها هتودي دي الناحية التانية، فتبقى M2 V2 over M1. يلا نشتغل. ال M2 فين ال M2؟ يلا بقى نطلع يعني نشتغل صح. ال M2 V2 0.25 تايمز، طبعا الرقم ده بنعمله divided 1000 فتبقى 0.25 هي كمان over 2. يطلع كام؟ خلينا نشوف رأي الكالكوليتر. 0.25 تايمز 0.25 equal divided 2 يطلع كام 0.0312 مش عارف كام. طبعا الرقم اللي هيطلع معايا هو خد بالك بالليتر مش بالملي لتر، علشان هو انا واخد بالي انه كاتب لتر وملي لتر اهو. فانا هكتب 0.03. انا هشوفه الاول 0.031 كم 25. ماشي. هل الرقم ده موجود بالليتر؟ لا. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. طب انت عايز بالملي لتر، يبقى نعمل تايمز 1000. ادي يا سيدي بعد ما عملنا تايمز 1000 31.25 بالملي لتر، يبقى هي دي رايت تشويس على طول كده. وطبعا انا فايق ومصحصح لليونتس، اوعى يوقعك في يونت. حرام حرام يا جدعان، حرام حرام بعد المجهود ده كله يقع منك درجة بجد، حرام. ركز جدا في حاجات الصغيرة دي، ما نبقاش تعبنا وعرقنا في السؤال وتيجي يونت هي اللي توقعني. هاو ميني جرامز اوف صوديوم فوسفات، قمت كتبت على طول صوديوم فوسفات Na، والفوسفات PO4، والفوسفات الفالنسي بتاعها 3، والصوديوم الاتوميك نمبر 11. احنا حافظين اول 20 من الاتوميك نمبر بفكرك، يعني 281 يبقى الفالنسي بتاعه 1، فبالتالي Na3PO4. جميل. وطبعا لو مش حافظ فانت محتاج تحفظ صفحه رقم 5 في حصه التاسيس. ولو انت ما اتفرجتش على حصه التاسيس لازم تتفرج على حصه التاسيس لانها مهمه جدا قبل امتحان الشهر. نكمل. هاو ماني جرامز اوف صوديوم فوسفات ريكوايرد تو بريبيرنج، مش عارف كميه معينه من السوليوشن. ادي يا سيدي
كده هو مديني مولاريتي، ده فوليوم. اقدر اجيب منهم هما الاتنين؟ تقدر تجيب منهم النمبر اوف مولز. اصل النمبر اوف مولز تقدر تجيبه عن طريق ان انت تعمل الاتنين دول ملتبلاي بعض. القانون كان بيقول المولاريتي ايكوال نمبر اوف مول اوفر الفوليوم. فانا لو معايا المولاريتي والفوليوم اقدر اجيب النمبر اوف مول. فهو عايز عدد الجرامز، هاو ماني جرامز. لا، انا هقول له والله انا اقدر اجيب النمبر اوف مولز ازاي؟ عن طريق ان انا اعمل مولاريتي تايمز الفوليوم. فيبقى النمبر اوف مولز من الصوديوم فوسفات اهي، النمبر اوف مولز ايكوال 0.3 تايمز 2 اللي هي هتطلع 0.6 مول. سيادتك عايز جرام؟ سهله جدا، انا معايا البريمو وانا معايا الميدان، اقدر اعمل ملتبلاي المولار ماس، فبالتالي اجيب الماس. المولار ماس بتاعت مين؟ بتاعت الصوديوم فوسفات، ما انت عايز الماس بتاعت الصوديوم فوسفات. فيبقى الصوديوم فوسفات علشان نحسب المولار ماس بتاعته، ادي يا سيدي الصوديوم الواحده ب 23، ف 3 في 23 خلينا بنحسبها هنا على طول لان مشجعش ده يعني. 23 بلس الفوسفورس عندي منها واحدة، بلس الأكسجين عندي في منها 4، يعني ب 64 توتال، يبقى 164. 164 ده المولار ماس، نعمله ملتبلاي بقى 0.6 عشان نعرف الماس بتاعتنا، تايم 0.6 تطلع معايا 98.4 جرام. 98.4 جرام. طيب ندخل على اللي بعده. on adding 0.2 لتر، ما انا خلاص دماغي ترجمت. of 0.2 مولر of sulfuric acid، دي المولاريتي بتاعت السلفيوريك اسيد، to حاجه مختلفه يبقى يحصل رياكشن. اصل سلفيوريك اسيد على كالسيوم هيدروكسيد، اسيد مع هيدروكسيد يعني بيز هيديني سولت ووتر، اسيد وبيز يديني سولت ووتر. فبالتالي انا من الفوليوم اهو، الفوليوم والمولاريتي اقدر اطلع حاجه صح. وهنا هو مديني 0.3 لتر، هو مديني فوليوم برضو بتاع الكالسيوم هيدروكسيد ومديني مولاريتي. فطبعا من الفوليوم والمولاريتي اقدر اعملهم ملتبلاي توجذر علشان يطلع معايا النمبر اوف مولز. فانا كده اقدر اقول لك النمبر اوف مولز بتاعت الكالسيوم هيدروكسيد كام. خلينا احسبها على طول. ده ملتبلاي ده بالنسبه للسلفيوريك اسيد الاول، 0.2 تايمز 0.2 تطلع معاك 0.04 اهيت، 0.04 مول. يبقى السلفيوريك اسيد يا فندم عندي منه 0.04 مول. ماشي. اما الكالسيوم هيدروكسيد ف 0.3 تايمز 0.2 تطلع معاك 0.06 اهي، 0.2 تايمز 0.3 يطلع معايا 0.06 ادي 0.06 مول من الكالسيوم هيدروكسيد. ماشي. فهو بيقول لك the molarity of unreacted substance. يلا يا فندم زيها زي اول مساله بالظبط، تبقى فرصه جميله قوي نعيد الفكره. ادي limiting reactant، عرفت منين؟ اداني يا فندم ده جيفن وده جيفن برضه، فبالتالي هشتغل limiting reactant. يلا نقسم الدنيا نصين. ادي مره ال H2SO4 مع واحد من البرودكت، انا بختار الميه دايما، جميله لطيفه خفيفه، 2 H2O. طيب والكالسيوم هيدروكسيد طبعا انا ممكن اختار التاني، انا حر يا سيدي، بس انا يعني انا بستريح للميه، كل واحد ومزاجه بقى، في الاخر هيطلع نفس الناتج. ادي ده ال1 مول بيخرج 2 مول. الجيفن بتاعي بتاع السلفيوريك اسيد فيه كميه قد ايه؟ 0.04 مول اهي، فيبقى 0.04 مول هيخرجوا كميه قد ايه؟ فنقوم قايلين اكس ايكوال، طبعا اكس دي بالمول اوعى تنسى اليونت، اكس ايكوال 2 ملتبلاي الرقم ده يعني 0.08 مول اهيت، واقوم عامل كده الخط الجميل بتاعي ده. ماشي علشان ناخد بالنا 0.08 مول. ماشي يخرب بيك كده والله ما اكتبه. ماشي اللي بعده. ادي يا سيدي ال1 مول بيخرج 2 مول، يبقى الجيفن هو الجيفن بتاع الكالسيوم هيدروكسيد كام؟ 0.06 مول. فبالتالي هيخرجوا كميه قد ايه؟ فلقيت ان اكس ايكوال 2 ملتبلاي الرقم ده هتطلع 0.12 اهي، 2 ملتبلاي 0.06 تطلع معاك 0.12 مظبوط، 0.12 مول. مين الكميه الاقل؟ 0.08 ولا 0.12؟ طبعا 0.0، ده 0.01 0.1 قصدي. فبالتالي ده الليميتنج، فنقوم جايين كده وعاملين مهرجان يا جماعه على الليميتنج اهو، الليميتنج اهو، الليميتنج اهو. اما ده الاكسس، فبالتالي هو اصلا بيسالك على الان رياكتد سبستانس. فبالتالي نقوم قايلين والله انا علشان تجيب الان رياكتد فانا الاول لازم احسب الرياكتد. ازاي احسب الرياكتد؟ عشان اجيب الريميننج يعني بتعمل ريشيو ما بين الاثنين، الرياكتنت اللي هو الاكسس والليميتنج، فادي الريشيو اللي ما بينهم H2SO4، الريشيو ما بينه وما بين الكالسيوم هيدروكسيد. فبالتالي نقوم قايلين والله ال1 مول بيحتاج يتفاعل مع 1 مول،
فالجيفن مين بقى؟ مين اللي حصل؟ اصحات كتيره اهيت H2SO4. هو ال H2SO4 كان معاه منه كام مول اصلا؟ اهو 0.04 مول اهي 0.04 مول. فيبقى 0.04 مول خدوا كميه قد ايه من الاكسس ده؟ فهم قايلين والله الاكسس ده اتاخد منه 0.04 هو كمان. تمام تمام. فبالتالي لان 1 باي 1 باي الرقم ده اوفر كذا، انت فاهم طبعا. الرياكتد دي الكميه الرياكتد، يبقى الانرياكتد هي الجيفن من الراجل ده. ما هو ده الاكسس الكالسيوم هيدروكسيد كان جيفن منه قد ايه؟ 0.06 اهو 0.06 ماينس الكميه الرياكتد اللي هي 0.04، فبالتالي ايكوال 0.02 مول. دي الاكسس، دي الكميه اللي ما اتفعلتش، فهو عايزها مولاريتي. ها، هو احنا عشان نحسب المولاريتي يا صديق كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحسب النمبر اوف مول، فطبعا احنا هنجيب النمبر اوف مول الكميه اللي هي ان رياكتد دي اوفر الفوليوم. انهي فوليوم؟ الفوليوم بتاع الكالسيوم هيدروكسيد؟ لا يا حبيب قلبي، احنا قلنا في الميكتشر بنجيب التوتال فوليوم. ماشي، اتمنى تكون انت بقى مصحصح، لان احنا بنعيد على اول مساله. احنا قلنا اهو ان انت حطيت فوليوم معين اهو 0.2 لتر على فوليوم تاني 0.03، فبالتالي التوتال فوليوم معاك اللي موجود جواهم ال 0.02 مول ده، هل هو 0.02 مول ده موجود جوه الفوليوم ده بس بالله عليك، ولا موجود جوه الفوليوم ده بس؟ انت عملت ميكتشر حطيت الاثنين على بعض، فبالتالي يا صديق انت هتجمع الاثنين على بعض، يعني 0.3 بلس 0.02 فتبقى 0.5 طبعا، فيبقى التوتال اهو 0.02 ديفايدد 0.5 يطلع، استرها يا رب، 0.04 مولر. موجودة؟ الحمد لله يا سيدي اهي موجودة اهي. طبعا الناس تتلخبط بقى من الزيرو، ما هو الزيرو اللي على اليمين مش يعني ما بيتكتبش يا صديقي، دي ماثيماتكس بقى. فبالتالي الإجابة موجودة اهي، وأتمنى إن الفكرة دي تكون اتفرمت بالنسبة لك، علشان يعني ممكن تيجي في الشامل، الله أعلم بقى. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ان ا مولر سوليوشن. اول ما قال لي مولر سوليوشن قمت قايل له يعني تقصد سوليوشن الكونسنتريشن بتاعه 1 مولر. ما هو مولر سوليوشن يعني 1 مولر اوف صوديوم كلورايد. طبعا الصوديوم كلورايد اهوت NaCl every 100 ملي لتر، يعني ده فوليوم اهوت اوف ذا سوليوشن كونتين كام جرام؟ والله انا مش هتهز، انا مش هتثبت، هو الراجل مديني بكل بساطه المولاريتي ومديني الفوليوم، عايز ايه تاني؟ طب ما انا اقدر اجيب من الاثنين دول اهو النمبر اوف مولز، اصل النمبر اوف مولز ايكوال، خلاص بقى حفظناها، ايكوال المولاريتي تايمز الفوليوم. يعني المولاريتي هي 1 مولر تايمز الفوليوم هو 0.1 لتر، ما احنا بنعمل ديفايدد 1000 لان انا الرقم ده بيضايقني، فيبقى النمبر اوف مول 0.1 مول. انت سيادتك عايز تعرف كام جرام؟ طبعا هو سيادته غلطان، لان هو ما حطلكش الصوديوم. الصوديوم المفروض ان هو ب 23 والسي ال ايكوال 35.5 علشان نقدر نحول النمبر اوف مول ده من ال NaCl طبعا اللي هو السوليود بتاعي، اقدر احوله عن طريق ان انت تعمل ملتبلاي المولار ماس بتاع ال NaCl. فال Na ب 23 والسي ال ب 35.5 بلس 23 يطلع معايا 58.5 ادي 58.5 اللي هنعملها ملتبلاي ان شاء الله 0.1 يطلع معايا كام؟ طلع معايا 5.85. وشايف بيلخبطك في ايه؟ يحط لك الديسيمال في الحته التانيه. فطبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني ولادنا بياخدوا بالنا من الكلام ده. طيب 6 if the molar concentration of aluminum ions in a solution of aluminum sulfate is الكميه دي على طول اول ما بيخرج لي ايون من جوه كومباوند فانا بعمل ريشيو Al2SO4 باي 3. الراجل ده جواه الايونز اللي جواه هما كاتاينز وانايونز. كام الومنيوم؟ 2 الومنيوم ادي بلس كام سلفيت؟ 3 سلفيت. ماشي. طيب ممكن تقول لي ال1 مول، اعمل ريشيو بقى ما بينهم. ال1 مول جواه كام مول؟ جواه 2 مول من الالومنيوم، وكام مول من السلفيت؟ 3 مول. بس هو الراجل بيناقش قصة الالومنيوم، فاحنا مش محتاجين السلفيت في حاجة، مع السلامة. فاحنا هنقوم قايلين هو مديك الكونسنتريشن بتاع ايه؟ if the molar concentration of aluminum ion is الرقم ده، يبقى ده الكونسنتريشن بتاع الالومنيوم ايونز 0.6 مولر. يبقى الكونسنتريشن بتاع what is the molarity of the salt solution، السولت سوليوشن كله على بعضه كام مولر؟ فنقوم قايلين 1 تايمز 0.6 اوفر 2 فتبقى 0.3 اهي 0.3 مولر. وات از ذا ماس اوف كالسيوم كلورايد. اول ما قال لي كالسيوم كلورايد قمت قايل له اصبر 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 اصبر،
خلينا اكتبه لك الكالسيوم كلورايد ده اهو، ادي الكالسيوم كلورايد CaCl2. بيقول لك needed، طبعا هو عايز الماس بتاعته يبقى اكيد هنجيبه من نمبر اوف مول. needed to prepare فوليوم معين ماشي of a solution that has chloride ions concentration of الرقم ده. طبعا هو جاب لي الكلورايد ايون، طب ما انا طالما معايا الكونسنتريشن بتاع الكلورايد ايون اقدر اجيب الكونسنتريشن بتاعه هو نفسه. ازاي يا ولا؟ نفس القصه يا ولا. CaCl2 جواه كالسيوم واحده اهي بوزيتيف 2 بلس كام Cl؟ 2 Cl نيجاتيف 1. طبعا بوزيتيف 2 نيجاتيف 1 ده الفالنسي. الكالسيوم 20 2882 يبقى هيلوز 2 يبقى بوزيتيف 2. Cl 17 287 يبقى هيجين 1 يبقى نيجاتيف 1. فبالتالي لو انا اعمل ريشيو فال1 مول بيبقى جواه 1 مول من الكالسيوم او بيتفك يعني ال1 مول من الكالسيوم و2 مول من الكلورايد ايونز لما بيدوب في الميه. فبالتالي هو بيقول لك الكونسنتريشن بتاع الكلورايد ايونز ايكوال 0.5 مولر. فال 0.5 مولر دول يترجموا لكام مولر من الكالسيوم كلورايد؟ فطبعا المولاريتي كده، المولاريتي اوف كالسيوم كلورايد ايكوال 1 تايمز 0.5 اوفر 2. فتبقى طبعا 0.5 اوفر 2 اللي هي ايكوال 0.5 اوفر 2 تطلع معاك 0.25. طبعا نص على الاتنين فيها الربع ماشي مولر. ده المولاريتي بتاع الراجل ده كده. كانه اداني المولاريتي اهو، بيقول لي ان المولاريتي ايكوال 0.25 مولر والفوليوم ايكوال ده. طب ما انت معاك المولاريتي ومعاك الفوليوم كمان، فبالتالي بما ان معايا المولاريتي والفوليوم اعمل لهم الاثنين ملتبلاي توجذر علشان اجيب النمبر اوف مول. فبالتالي اهو النمبر اوف مولز، المولز ايكوال 0.25 تايمز الفوليوم اللي هو ايكوال 2 اللي هتطلع معايا 0.5 مول من مين يا فندم؟ من الكالسيوم كلورايد. هو بيقول طبعا علشان احوله بقى الماس فانا هضربه ملتبلاي المولر ماس اللي هو الراجل محترم جدا ومديهاني، يبقى نص ال 111 تطلع معاك 55.5 جرام. بس كده الموضوع سلس وبسيط. زيها تاني بيقول لك 100 ملي لتر سامبل اوف 0.5 مولر ليثيوم سلفيت. يعني معنى كده ان انا كان معايا فوليوم، بس طبعا انا بتعصب من الفوليوم ده بعمله ديفايدد 1000 فيبقى 0.1 لتر من المولاريتي دي. تمام، خليني بس امسح الكلام ده عشان ما نتلخبطش فيه. ماشي 0.1 لتر من سامبل اوف مش عارف ايه ليثيوم سلفيت هو مديوني اهوت از دايليوتد عينيا M1V1 equal M2V2. انا جاهز يا باشا. فهو بيقول لي طبعا انا كده محتاج اطلع جيفن. استنى بقى، ده اللي حصل له دايليوشن يعني ده بيفور، فبالتالي 0.1 ده ال V1 اما ده ال M1 ماشي is diluted to final volume of 0.4 لتر. انا عملت divided 1000 يبقى ده كان V2. وات از اكيد الفاينل M2. هو عايز ال M2 بس ركز بتاع الليثيوم ايونز. هو ال M2 اللي احنا هنجيبها بتاعت الليثيوم سلفيت كلها على بعضها. فخلينا نشتغل. ادي يا سيدي ال M2 علشان نجيبها هي ايكوال ال M1V1 اوفر V2 ايكوال ال M1 بكام؟ 0.5 تايمز ال V1 بكام؟ ال V1 ب 0.1 اوفر ال V2 ايكوال 0.4 ده علشان نجيب المولاريتي بتاعت الكومباوند كله. فبالتالي اجي انا كشغال كده اهوت راجل رايق وشغلي هادي 0.4 اهوت يطلع معايا 0.125 ده مولر. بس دي المولاريتي بتاعت مين؟ الليثيوم سلفيت. هو بيسأل على الليثيوم بس اللي جواه، طالما بيسألني على ايون جواه فانا لازم اعمل ريشيو ما بينهم Li2SO4 اطلعه براه كده اهو هيديني والله 2 من الليثيوم ده 2 بلس السلفيت. بس انا مش محتاج اكمل طالما هو مش عايز الا الليثيوم. فبالتالي ال1 مول من ده بيتفك يطلع 2 مول من ده. يبقى انا معايا المولاريتي بتاعت مين؟ المولاريتي بتاع الليثيوم سلفيت اللي هي 0.125 مولر. الكونسنتريشن بتاع الكونسنتريشن بتاع الليثيوم هيكون كام؟ فتقوم قايل لي اكس ايكوال 2 تايمز الرقم ده اللي هي هتطلع معاك 0.25 مولر. تمام اهي موجوده اهي. تعالى بس اقول لك السؤال ده احنا عملنا فيه ايه سريعا. طبعا انت علشان تجيب M1V1 فانت كده بتشتغل على نفس الراجل ده الكومباوند كله على بعضه.
احنا في الاخر هو عايز الفاينل مولر كونسنتريشن، فاحنا جبنا له الفاينل مولر كونسنتريشن. بس ده الفاينل مولر كونسنتريشن بتاع مين؟ اسال نفسي. ده بتاع الكومباوند كله. هو عايز بقى بتاع الليثيوم اللي جواه، فبالتالي سهله، كأن انا معايا المولاريتي بتاع الكومباوند كله. تقدر تقول لي الليثيوم بقى نفسه كام مولر، دي سهله واتدربنا عليها كتير. طيب which of the following solutions contains the lowest concentration of sodium ions؟ انت عارف يعني ايه lowest concentration of sodium ions؟ يعني انت محتاج تعمل في كل واحد في دول تقدر تقول لي الكونسنتريشن بتاع الصوديوم ايونز ايكوال كام. فانا بالتالي انا لو هعمل ريشيو في كل الليله دي فانا مش هخلص. فانا هوريك بس حاجه فنيه سريعه اوريك الدنيا بتمشي فيها ازاي. ادي يا سيدي ال Na3PO4 تمام، بيبقى جواه 3 Na بوزيتيف. طبعا هو بيسالني اقل كونسنتريشن من الصوديوم، فانا هشتغل على الصوديوم بس. فهم قال والله ال1 مول ماشي جواه 3 مول او بيتفكل 3 مول، يبقى الكونسنتريشن بتاع الكومباوند ده كله 0.15 مولر. جواه كام مولر من الصوديوم؟ فتقوم قايل 3 تايمز الرقم ده. يعني انت عملت ايه؟ عملت والله النمبر اوف الصوديوم تايمز المولاريتي بتاعت الكومباوند كله. يعني انا عديت الايونز اللي جوه الكومباوند تايمز المولاريتي كلها. فانا اقوم اعمل ايه؟ اهو 3 في المولاريتي كلها، 1 في المولاريتي كلها، 1 في المولاريتي كلها، 2 في المولاريتي كلها، علشان ما نقعدش نعمل ريشيو في كل واحد هنضيع وقت كتير. فيبقى 3 تايمز، ما هي 3 تايمز اوفر 1، ف1 كانها مش موجوده، يبقى في الاخر انا بعمل 3 تايمز الرقم ده على طول. فانا همسح الليله دي دلوقتي اهيت. اتمنى تكون وصلت الفكره. يعني انا دلوقتي علشان اجيب الكونسنتريشن بتاع ايون جوه كومباوند، والله جبت اهوت العدد بتاع الايونز جوه الكومباوند اللي انت بتسال عليها اللي هو الصوديوم تايمز المولاريتي كلها. فيبقى 3 تايمز اهو 3 تايمز 0.15 يطلع معايا كام؟ طلع معايا 0.45 مولر. ده الكونسنتريشن بتاع الصوديوم. هنا 1 تايمز نفس الرقم اكيد هيطلع اهو 0.4 مولر، عشان ده في منه 1، هنا في منه 1 برضو، فاكيد هيطلع نفس الرقم. ماشي، هنا ده في منه 2، فنعمل 2 ملتبلاي الرقم ده تطلع 0.4 مولر. اقل رقم فين؟ 0.3 اهي. بس كده. خلينا ندخل في اللي بعده. The volume of water required to dilute 1 لتر من سوليوشن. يبقى السوليوشن ده كده كان V1، ده انت لسه هتعمله دايليوشن. هو عايز الفوليوم اوف ووتر. خد بالك القانون بتاع الفوليوم بتاع الميه اللي هو دلتا في اللي هو ايكوال V2 ماينس V1، فلازم يكون الاثنين معايا. ما هو انت لما بتزود على V1 بيطلع لك V2، فالفرق ما بينهم هو الدلتا في اللي هو الفوليوم بتاع الووتر. ده قانون وقلناه في الشرح. فبالتالي انا معايا V1 وهو بيقول لك from 0.3 مولر to 0.1 مولر، فبالتالي ده كان M1 وده كان M2. فانا ناقص اجيب V2. ادي V2 equal M1 V1 over M2. ف M1 V1 اللي هي 0.3 times 1 over 0.1 يطلع معاك 3 اهي. 0.3 over 0.1 يطلع معايا 3. فبالتالي ده كده 3 لتر. فيبقى الدلتا في ايكوال V2 ماينس V1 اللي هي ايكوال 3 ماينس 1 اللي هي ايكوال 2 لتر. اهو كان معايا 1 لتر حطيت عليه 2 لتر ميه اهوت علشان اطلع بالفاينل فوليوم اللي هو 3 لتر. ماشي، ده كده بالنسبه للبرفورمانس. ندخل بقى على الويكلي اسسمنت. ان شاء الله يكون اسهل يعني. طيب خلينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. كده بيقول لك the relationship M1 V1 before dilution ماشي equal M2 V2 اللي هي after dilution ماشي is used to calculate the concentration of the solution after dilution. احنا بنحسب منها ان احنا نعرف الكونسنتريشن بقى كام او ايه اللي حصل له despite the change in the concentration. تمام. explain the previous statement in light of your studies. مش انا ما بحبش بقى المواضيع الحرة دي. يعني ممكن اشرح فيها درس كامل عادي يا سيدي. اقول له والله اصل بص احنا لما بيبقى عندنا سوليوشن الام بتاعته، طبعا انا مش هقول لك تكتب ايه علشان انا مش بصمجي، ولو انت بصمجي فانا مش هفيدك. يعني انا هفهمك الفكره العامه. ذا ريليشن شيب M1 V1 انا هقوم قايل له والله ان احنا بيبقى معانا سوليوشن الكونسنتريشن بتاعه ايكوال M1 تمام. وطبعا عنده فوليوم V1. لما احنا بنحط عليه فوليوم معين من الووتر فالفوليوم بيزيد، يعني V2 هتكون اكبر من V1 تمام. والكونسنتريشن بيقل يبقى M2 اقل من M1. بس كده انا مش عارف ممكن اقول له ايه يعني. والنمبر اوف مولز بتاع السوليوت بيفضل ثابت. يعني ممكن تقول له اللي احنا كاتبينه في الملزمه. خير ان شاء الله. one of your friends added. ايوه خلينا بقى نشتغل كده شغل بلا كلام فاضي يا راجل.
بيقول لك one of your friends added كميه معينه من الجلوكوز شوجر to 150 ملليلتر، طبعا انا ترجمتها 0.15 لتر of water وشخبطت على ده، resulting in a saturated solution. ادي يا سيدي ده المولاريتي، يعني هو مديك المولاريتي ومديك الفوليوم ومديك النمبر اوف مولز كمان علشان مديني المولر ماس بتاعت الجلوكوز اهو. طب ما انت ربنا يبارك لك يعني. how many milliliter of water would you advise your friend to add to dissolve the remaining glucose without change. الله الله الله، يعني هو بيقول لك اصلا ان مش كل الكميه دي من الجلوكوز هتدوب. ده بيقول لك ان انت عندك اهو the remaining glucose محتاج كميه قد ايه without changing the concentration of solution. طيب هتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انا عايز اعرف اصلا الكونسنتريشن بتاع السوليوشن ده نتج بسبب ذوبان كميه قد ايه من الجلوكوز. فاهم حاجه؟ اصل معنى ان هو بيقول لي ان انا محتاج شويه ميه تاني علشان اديزولف الريميننج جلوكوز، فمعنى كده ان انا كان معايا شويه جلوكوز هنا وشويه الجلوكوز دول حطيت ميه، ففي شويه دابوا وفي شويه ما دابوش، في شويه فضلوا تحت هنا اهو. خلينا اوريك الشويه اللي فضلوا تحت دول اهو، في شويه فضلوا تحت كده. انا محتاج اعرف اصلا ايه المولاريتي اللي اتكونت اللي هي الاولانيه اللي هي 5.05 مولر. ده في الاول كانت اصلا بسبب ذوبان كميه قد ايه من الجلوكوز. اصل كميه الجلوكوز كلها كانت الرقم ده، في كميه منهم دابت في الاول وفي كميه ما دابتش، فانا عايز اعرف الكميه اللي ما دابتش دي قد ايه علشان اعرف هحتاج اضيف لها ميه قد ايه. فخلينا اشوف بس المولاريتي اللي في الاول دي، يعني معنى كده ان كل ده مش كل ده داب، لكن انا عارف الفوليوم ده صح والمولاريتي دي حصلت، فبالتالي خلينا نحسب. يلا بسم الله. ادي المولاريتي يا سيدي، المولاريتي ايكوال اللهم صل على كامل النور، هو كده كام مديني المولاريتي، فاحنا ممكن نحسب النمبر اوف مول على طول. يبقى النمبر اوف مولز من الجلوكوز شوجر اللي دابوا ديزولفد اهي، نمبر اوف مول ديزولفد ايكوال الام في الفي اهي، الام تايمز الفي. الام بكام؟ 5.05 تايمز الفي بكام؟ 0.15 ايكوال. خلينا نشوف كده بسم الله. صلى على النبي كده وانت قاعد عليه الصلاه والسلام. 5.05 تايمز 0.15 ايكوال كام يا فندم؟ قال لي والله النمبر اوف مول 0.7575، يبقى 0.7575 مول. تمام. طيب دي النمبر اوف مول ديزولفد. انا هو اصلا انا كان معايا كميه قد ايه توتال، فخلينا نشوف كده النمبر اوف مول ده. انا حاجه من اتنين، خلينا انا احول ده اصلا لمولز علشان يبقى الاتنين مول علشان اعرف اتبقى كميه قد ايه انديزولفد. يبقى انا كده اهو زي ما قلت لك من الاول، انت عندك كميه ديزولفد وكميه انديزولفد، هي اصلا ده كام مول. خلينا نشوف كده الماس على المولر ماس عشان نعرف هما كام مول. الماس عندي هو مدياني ب 147.35 اوفر المولر ماس بتاعه الجلوكوز هو مدياني ب 180 فيبقى التوتال 0.8 اهو 0.8186، فيبقى 0.8186. صح كده؟ انا قلت صح مظبوط تمام. مول ده في جزء منه داب وفي جزء ما دابش. الجزء اللي داب اهو 0.7575، فالجزء اللي ما دابش خلينا بقى نعمل ده كده ماينس 0.7575 يطلع كام؟ الكميه اللي لسه ما دابتش 0.0610 0.061 على قد ما تقدر مول. دي الكميه ال doesn't dissolve او didn't dissolve. تمام. فبالتالي انا علشان ادوب الكميه دي بيقول لك without changing the concentration، يعني انت في الاخر انت عايز تحسب الفوليوم الجديد. يعني تخيل كده ان انت الشويه دول اهو، الشويه دول كام مول يا فندم؟ 0.06111، عايز تدوبهم في شويه ميه تانيين علشان في الاخر يكون ليهم نفس المولاريتي. ما انت مش عايز تغير المولاريتي، يعني المولاريتي بالنسبه لي معروفه والنمبر اوف مول معروف، لكن الليتر اللي انت عايز تحطه من الميه ما تعرفوش. فانا هقوم قايل والله اهو المولاريتي الجديده اللي هي بتاعت الكميه اللي ما دابتش ايكوال النمبر اوف مول اهي، النمبر اوف مولز اوفر الفوليوم. انا واحده واحده معاك اهو.
يبقى المولاريتي اللي احنا عايزينها 5.05 ايكوال النمبر اوف مول معانا الكميه اللي عايزين ندوبها 0.6111 اوفر الفوليوم اللي انا ما اعرفوش، ما انا لسه مش عارف هحط له كميه ميه قد ايه علشان اطلع بنفس الكونسنتريشن. فيبقى الفوليوم طبعا حاجه من اتنين، يا اما انت راجل شاطر في الماثماتكس يا اما انت بصمجي. فلو انت بصمجي تعالى اوريك الكالكوليتر بتتعامل معاها ازاي، ولو سمحت بطل تبقى بصمجي. وخلينا هقول لك ازاي تبطل تبقى بصمجي حاضر، بس خلينا نحل الاول كده لو احنا بصمجيه. ماشي. اوفر الفوليوم اللي انا معرفوش اكس، يبقى اعمل شيفت كالك اهو. فيبقى اكس ايكوال اللي هي الفوليوم، يعني الفوليوم اهوت ايكوال 0.121 لتر. ما هو ده فوليوم بالليتر، هو عايزه بالملي لتر فنعمل تايمز 1000 لان هو بيقول انا عايزه بالملي لتر، فيبقى 121 ملي لتر. بس هي دي كده الرايت تشويس، دي كميه الميه الزياده اللي انا عايز احطها علشان ادوب الكميه اللي ما دابتش دي، وفي الاخر يفضل نفس الكونسنتريشن موجود. كده انت جاوبت اجابتك، بس انا عايز في حته كده احنا كنا لسه قايلين عليها، قلت لك ما تبقاش بصمجي، فانت قول لي اعمل ايه يعني. والله في اهيت في، انت علشان تجيبها هتعمل اللي فوق ده اوفر ال 5.06. اصل احنا لو عملنا البتاع ده هوت اللي انا ما بحبوش ده برضو، فبس طبعا ما بحبوش علشان احنا اشتغلنا بيه كتير، فالمفروض ان انت بقيت اكبر من كده، بس لو انت لسه مبتدئ فعادي انت مستواك هيعلى. ده الرقم اللي فوق خالص اهوت، وهنا 5.05، اما الفوليوم اهو موجود هنا اهو، يبقى عشان اجيب الفوليوم هعمل الرقم ده اوفر الرقم ده. اتمنى تكون فهمت المساله دي لانها مساله من الطراز الاول، انا بحب جدا المسائل اللي فيها افكار، واتمنى تكون فهمتها معانا. خلينا ندخل بقى على المسائل الجديده. ادي يا سيدي ظبطنا الدنيا اهو، روقنا عليك، يلا نشتغل. 15 ملي لتر، فبالتالي انا ما شفتهاش خالص، انا شفت 0.015، هو ده اللي انا شفته بصراحه لتر، لان انا بعمل ديفايد 1000 فهنحرك العلامه كده كده وكمان زيرو، فهو ده المنظر. المهم يعني اوف 0.2 مولر من الهيدروكلوريك اسيد سوليوشن اتحطت على صوديوم كربونات فتفاعلوا. ماشي. فالتوتال فوليوم بالنسبه لي انا هحتاجه اكيد، بس خلينا نشتغل. انا اسف، معلش انا مش قصدي ان انا الخبطك، خلينا نكمل عادي. 0.015 لتر، وادي المولاريتي بتاعت الهيدروكلوريك اسيد. بما ان انا معايا يا فندم الفوليوم اهو، ده الفوليوم ومعايا المولاريتي، اقدر اجيب منهم حاجه؟ قال لي سهله، الفي تايمز الام يطلع معاك النمبر اوف مولز بتاعت الهيدروكلوريك اسيد. فمعلش انا هشتغلها دلوقتي علشان احنا حلينا اصلا النوع ده من المسائل مرتين قبل كده، فخلينا اهيت انا هخرج منهم طالما انا معايا جيفن اقدر اجيب منه حاجه. هشتغل على طول 0.015 طلعت معايا كام مول؟ طلعت معايا 3 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، بس انا ما بفهمهاش فقمت داس شيفت اي ان جي وكمان مره شيفت اي ان جي. انا عايز 10 باور 0 كانها مش موجوده، يبقى 0.003، يبقى 0.003 مول. ده كده النمبر اوف مولز بتاع الهيدروكلوريك اسيد. بيقول لك از ادد تو الكميه دي من صوديوم كربونات، فانت تقدر تجيب النمبر اوف مول بتاع الكميه دي بطريقه ثانيه لان دي ماس، فالماس اوفر المولر ماس، يبقى الماس اوفر المولر ماس بتاعت الصوديوم كربونات. فالصوديوم كربونات Na2CO3، الماس بتاعتي 0.212، المولر ماس بتاعتي خلينا نحسب 2 في 23 ب 46 زائد الكربون ب 12 زائد 3 في 16 ب 48. ايه الارقام دي انت جايبها منين يا دكتور؟ لا خلاص بقى، ده احنا في اخر درس في اليونت يا راجل. طيب يبقى 100 اوفر 106 اوفر 106، يبقى بالتالي انت هتعمل 0.212 اوفر 106 يطلع معاك 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، فاحنا ما بنشتغلهاش، انا هشتغلها كده 0.002 او يبقى ده 0.002 مول. ده دي كده الكميه اللي هو مدياني من الصوديوم كربونات. انت واخد بالك ان هو مديني ده جيفن وده جيفن، يعني الاثنين رياكتنت وجيفن، يبقى اكيد ليميتنج رياكتنت. خلينا نقرا السؤال. بيقول لك اهو calculate the concentration of formed sodium chloride in the solution. طب انت هتعرف اصلا كميه الصوديوم كلورايد الفورمد الا لما تعرف اصلا يا راجل كميته اللي اتكونت قد ايه؟ فانت لازم تشتغل الليميتنج رياكتنت. يعني احنا كلامنا صح اهو الحمد لله. ادي يا سيدي الليميتنج رياكتنت، نقوم قاسمين الدنيا نصين ونقوم قايلين ال Na2CO3 بيخرج، انا هختار مين؟ انا هختار الميه، دي جميله قوي انا بحبها، H2O. تمام. والاتنين HCl اللي بتخرج 2 HCl اللي بتخرج H2O برضه، فبالتالي نعمل الريشيو الجميله. ماشي. خلينا نكبر خط كده. ادي اهو ال1 مول من ده بيخرج 1 مول من ده، يبقى الجيفن بتاع الصوديوم كربونات كام مول؟ 0.02 او 0.002 مول. هيخرج كميه قد ايه؟ فوالله اكس دي ايكوال 0.002 مول. يعني كميه الصوديوم كربونات دي كونت لي
الكميه دي من الميه. تمام ماشي اهو مول. اما هنا فالاتنين مول في العادي بيخرجوا 1 مول. ماشي. فيبقى الجيفن من الهيدروكلوريك اسيد كام؟ احنا طلعناها فوق اهيت 0.003. ماشي. فيبقى 0.003 مول هتخرج كمية قدرها اكس مول. فاكس دي طبعا ايكوال 1 تايمز الرقم ده اوفر 3 سوري اوفر 2 0.003 اوفر 2 تطلع معايا ماشي احنا كلامنا مظبوط. تطلع معايا 1.5 بس انا مش بحبها كده. ايوه تطلع 0.0015 مول. ده الاكس. يعني الهيدروكلوريك اسيد الكميه دي تخرج الكميه دي من الميه. مين الكميه اللي حصلت؟ 0.00 يبقى دي طبعا ده اللي حصل ده اللي حصل ده اللي حصل، وهو عامل صحات في كل حته كده. يا جدعان دي الكميه اللي اتكونت من الميه، دي الكميه اللي اتكونت. بس هو طبعا بيقول لي كالكوليت ذا كونسنتريشن فورمت صوديوم كلورايد. فانا هنا غلطان بقى للاسف. انا كان المفروض ان انا اشتغل على الصوديوم كلورايد على اساس ان هو البرودكت. طيب هنا قدامي حل من اتنين. خد بالك انا بتعامل هنا كأن انا الطالب، انا انت. يعني انا لو مكانك هنا في هذا الموقف حصل معايا حاجه زي كده هعمل ايه؟ هل هعيد؟ والله قدامك تو اوبشنز، يا اما تعيد يا اما تقول لي والله انا عرفت ان ال HCl هو اللي اتفاعل. فانا على طول اقوم قايل ال HCl هيطلع كميه قد ايه من الصوديوم كلورايد، فاقوم عامل ما بين ال HCl. ما ال HCl هو اللي حصل اهو، هو اللي حصل. فعلى طول بدل ما اعيد وازيد فبالتالي اكيد الصوديوم كربونات هو طلع اكسس خلاص، وده الراجل ده ليميتنج. فانا على طول ما اقول لك الليميتنج ده طلع كميه قد ايه. والله اعتبرني يا سيدي لو انت ما فهمتهاش اعتبرني اشتغلت من الاول واخترت الصوديوم كلورايد، لان هو بيسال على الصوديوم كلورايد مش الميه. فالاتنين HCl بيخرج 2 NaCl. جميل؟ قول لي جميل يا سيدي. فبالتالي الاتنين مول بيخرج 2 مول. فالكميه اللي هي الجيفن من ال HCl اتفاعل منه قد ايه؟ 0.03 مول. هيخرج كميه قد ايه؟ هيخرج والله 0.003 مول من الصوديوم كلورايد. بدل ما اكسب اكس وبتاع، ما هو الاتنين بيخرجوا 2 يبقى اكيد الكميه دي هتخرج الكميه دي. يبقى دي الكميه الفورمد من الصوديوم كلورايد. عارف انا خلاص ما عادش محتاج ده في اي حاجه اهو. شيل بقى الليله دي كلها كده اهو، انا مسحت لك الدنيا. انا كل اللي كان يهمني من كل الهري اللي احنا عملناه ده ان انا اعرف انا اصلا اتكون معايا كميه قد ايه من الصوديوم كلورايد، فاقدر اجيب لك كونسنتريشن او اي حاجه تخصه. ما انا معايا النمبر اوف مول يا عم. فانا لو معايا النمبر اوف مول اقدر اجيب المولاريتي. ايوه تقدر تجيب المولاريتي. المولاريتي اقدر اجيبها ازاي؟ قال لي والله هتقسم النمبر اوف مولز اوفر التوتال فوليوم. فالنمبر اوف مول 0.003 اوفر الفوليوم كام؟ طلعت انت تدور طبعا على فوليوم فلقيت فوليومين. طب ما انا ما بجمع الاثنين، ما انت في الاخر حطيت حاجه اهي 1 وحاجه تانية 2، ففي الاخر الصوديوم كلورايد موجود جوه التوتال فوليوم ده. فانا عايز اعرف التوتال فوليوم ده قد ايه. فطبعا هنا كان معايا 0.015 لتر. اما هنا فين كان كام لتر؟ إذ ادد تو كميه معينه من الصوديوم كربونات. حلو، يعني هو حط الصوديوم كربونات جرامات. كان بودره عادي، حطيت بودره من الصوديوم كربونات على الكميه دي من الهيدروكلوريك اسيد، فبالتالي هو ده الفوليوم عادي. فيبقى 0.015. يلا نشوف المولاريتي هتطلع بكام. يلا بسم الله صلي على النبي. هتطلع 2 تقريبا ديفايدد 0.015. لا طلعت 0.2. ماشي احنا ارقامنا تمام. ايوه تمام. يبقى 0.2 مولر. بس كده كده انت حليت. ندخل على المسألة اللي بعدها. أفكار بصراحة عظيمة يعني. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك أنا معايا إزازتين أهو، إزازة من الصوديوم هيدروكسيد وإزازة من الصوديوم هيدروكسيد. وفعلا أنت لو دخلت الكلية يعني إحنا في صيدلة كان نفس المنظر ده كده بالظبط، بس بصراحة ما كانش بيكتب الفوليوم، هو كان بيكتب المولاريتي. بس هو راجل محترم مشكورا كتب لك الفوليوم. فأنا معايا المولاريتي ومعايا الفوليوم. تقدر تجيب حاجة منهم؟ أيوه، لو عملت لهم ملتبلاي مع بعض هتجيب لي النمبر أوف مول. اعمل يا فندم الاثنين ملتبلاي مع بعض علشان اعرف النمبر اوف مول من الصوديوم هيدروكسيد. فالاثنين ملتبلاي بعض اهو 2.5 تايمز 1000. لا بس استنى، هو الفوليوم هنا 1000 ايه؟ اكيد مش 1000 لتر اكيد، ودي محتاجه ذكاء منك يعني. طب معلش هو ايه الذكاء يعني؟ انا هجيبها ازاي؟ والله يا حبيب قلبي انت اللتر بتاع البيبسي، اللتر بتاع الميه هي بتبقى ازازه عاديه زي دي كده بالظبط. اما ال1000 لتر، 1000 لتر ده الخزان بتاع العماره بتاعتكم ان شاء الله. 1000 ازازه، تخيل جبت ده 1000 ازازه، فده اكيد 1000 ملي لتر. فطبعا انا ما بشتغلش بالملي لتر، والله انا بشتغل بالليتر. فطبعا ده يبقى 1 لتر، فيبقى 2.5 تايمز 1. يعني تخيل كده انت لو اشتغلت بصمجه. احنا ما بنشتغلش بصمجه، شغل دماغك يا اخي، شغل دماغك، لان الفوليوم اكيد ده مش 1000 لتر باللوجيك يعني، المنطق بيقول كده. فبالتالي ده كده هيبقى
2.5 مول، يبقى ده النمبر بتاع الصوديوم، النمبر اوف مول بتاع الصوديوم هيدروكسيد اللي موجود جوه السوليوشن ده هو عباره عن 2.5 مول. ماشي. هنا 0.5 اهو جالك كلامي، ده نص الكميه، فطبعا 0.5 لتر، فنعمل الاثنين ملتبلاي بعض علشان اجيب النمبر اوف مول. 0.5 تايمز 0.5 تطلع 0. سوري 0.5 تايمز 0.5، انا كتبت الناتج اصلا، فتبقى 0.25 او 0.25 مول. ده النمبر اوف مول اللي من الصوديوم هيدروكسيد اللي موجود هنا. تمام. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لك from the previous figure calculate the concentration of solution resulting from adding the entire content of both bottles to the glass beaker. يعني تخيل كده ان انا حطيت ده هنا وحطيت ده هنا الاتنين مع بعض كده، فوالله لو انا عملت ميكس ما بين similar substance mix، فبالتالي في قانون. ايه القانون بتاع الميكسنج؟ القانون بتاع الميكسنج والله يا دكتور انت علمتنا ان المولاريتي ساعتها هتبقى التوتال نمبر اوف مولز اهوت اوفر التوتال فوليوم اهو. لان انت هنا حطيت بقى سيادتك النمبر اوف مول ده مع النمبر اوف مول ده، حطيتهم هما الاتنين هنا، فبقوا الاتنين موجودين جوه فوليوم معين قدره الفوليوم ده مع الفوليوم ده. فاهم حاجه؟ فبالتالي يبقى التوتال هو القانون اهوت هنعوض فيه. التوتال نمبر اوف مول هو انا ممكن اشتغل هنا على الكالكوليتر على طول. 2.5 في الازازه الاولى والازازه الثانيه 0.25 اوفر 1 لتر ونص، يبقى 1.5 لتر. يطلع كام المولاريتي الجديده؟ 1.83333 1.8333 مولر. ده سؤال سهل. ندخل على اللي بعده. ايه ده بيقول لك بي calculate the concentration of ions in the produced solution in glass beaker. هو اصلا الحاجه دي كان اسمها ايه؟ صوديوم هيدروكسيد، فطبعا لازم اعمل ريشيو ما بين الصوديوم هيدروكسيد والايونز بتاعته. واحده 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 اهو. ادي يا سيدي صوديوم هيدروكسيد جواه لو داب جوه الميه بيديني صوديوم ايون وهيدروكسيد. ما هو بص بقى احنا مش محتاجين خلاص بقى نقفل على الموضوع ده وما نتكلمش فيه تاني. اي اتوميك جروب هي نيجاتيف ايون، يعني كل دي كده اسمها هيدروكسيد جروب من الحصه التاسيسيه او اتش اي، فيبقى كلها على بعضها نيجاتيف ايون. ونقوم عاملين الريشيو الجميله بتاعتنا ال1 مول بيطلع 1 مول من الصوديوم ايون و1 مول من الهيدروكسيد ايون. فبالتالي الجيفن بتاعي بقى انا معايا قد ايه كام مولر من الصوديوم هيدروكسيد اهو. ده المولاريتي الجديده 1.8333 مولر، هيطلع لي اكس مولر واكس مولر. فبالتالي الصوديوم 1 تايمز 1 هو نفس الحاجه اهو 33 مولر، والاو اتش نفس القصه اهوت 33 مولر. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الكونسنتريشن بتاع الايونز، فهم قايل له والله بص الكونسنتريشن اوف الصوديوم ايونز ايكوال الرقم ده. تمام. بعد ما تعمل له الكلام ده طبعا يعني انت هتكتب ده وبعدين تكتب له انت الكونسنتريشن بتاع الصوديوم ايونز هو ايكوال ايه والكونسنتريشن اوف الهيدروكسيد ايونز ايكوال ايه. بس كده. طيب السؤال نمبر سي بيقول لك how many moles of sulfuric acid، الله ده سؤال ثالث، required to neutralize the produced solution in the beaker. طيب انت عارف يعني ايه نيوترلايز صح؟ هو ده اسيد سلفيوريك اسيد هتحطه على سوليوشن موجود في البيكر. السوليوشن ده كان عباره عن صوديوم هيدروكسيد، فانت اسيد على بيز انت هتعمل نيوتراليزيشن، ولا هيبقى اسيد ولا بيز لان انت بتعمل سولت ووتر، ودي اسمه نيوتراليزيشن رياكشن. فانا لازم اكتب الرياكشن، طالما في رياكشن حصل لازم اكتب الايكويشن والله سوري. فبالتالي H2SO4 سلفيوريك اسيد اسمه H2SO4 بلس الصوديوم هيدروكسيد NaOH هيطلع اهوت، يطلع ال Na هتاخد ال SO4. ما هو انت هتقسم بقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، فال Na هتاخد ال SO4 فتبقى Na2SO4 بلس ال OH هتاخد ال H فتبقى ووتر، لان اسيد وبيز بيديني سولت ووتر ده بيولوجيك اديني H2O، بس لازم نعمل بالانس للايكويشن والله. طيب ال H2 ال H دخلت 2 طلعت 2 امورنا تمام؟ لا مش تمام، هي ما طلعتش 2. بس خلينا نبدا بالصوديوم. شايف الصوديوم هنا؟ الصوديوم دخلت واحده طلعت 2، فهحط 2 هنا بس كده. خلينا بقى نشتغل عادي. ادي هنا ال H دخلت 2 هنا و2 هنا، ما هي الاتنين دي داخله على الكومباوند كله، يبقى التوتال 4. فانا شايف هنا 2 بس فقمت حطيت 2 قدامها،
فيبقى كده التوتال 4. امورنا تمام بالنسبه للهيدروجين. بالنسبه للسلفيت كلها على بعضها دخلت واحده طلعت واحده. اوعى تقول لي دخلت اربعه، بلاش بقى الجو بتاع الناس التعبانه ده. هي كلها اسمها سلفيت SO4. تمام. لو انت من الناس اللي كنت بتعمل كده فانت مش حد تعبان، انت حد جميل، ولكن ما كانش عندك المعلومه، بس انا قلتها لك اهو. انا عايز اي انسان بيتفرج عليا، انت طالما انت بتتفرج عليا يبقى انت مقتنع بيا كمدرس. فانا اقتنعت بيك كطالبي. طالبي مش طالب، طالبي انت بتاع انا. فانا عايز انت طالما انت طالبي تطلع حد كويس جدا وحد فهمان جدا. انا بقول لك اهو ان السلفيت كلها على بعضها كده اسمها SO4. فانا هحسبها كلها از 1 يونت. فال1 يونت دي دخلت 1 اهي، طلعت 1 يونت برضه، مفيش رقم قبلها ولا هي محطوطه في براكت. ماشي تمام. بالنسبه للاكسجين عشان دي اللي ما حسبناهاش، الاكسجين اللي لوحدها عندي 2 منها، والاكسجين هنا عندي 2 منها اللي هي بره الاس او 4. كده انا عملت بالانس. واقوم حاطط بقى نشتغل بقى زي ليسون 2. ونقوم قايلين هو بيقول لك هاو ميني مولز اوف سلفيوريك اسيد، قمت حاطط تحته خط كده هنعمل بينه وبين تو نيوتراليز بروديوسد سوليوشن اللي هو الصوديوم هيدروكسيد. يبقى احنا هنعمل بينهم ريشيو. نقوم قايلين والله ال H2SO4 بيتفاعل مع كميه قدرها 2 NaOH، يعني ال1 مول بيتفاعل مع 2 مول. يبقى الجيفن هو الجيفن بتاع قد ايه؟ هو عايز اصلا السلفيوريك اسيد اكس مول. انت تعرف انت معاك كام مول من الصوديوم هيدروكسيد؟ ايوه يا عم، بيقول لك البروديوسد سوليوشن. البروديوسد سوليوشن ايوه هو ده اهو. كان عندي في منه كام نمبر اوف مول؟ هو دول الاثنين اللي مع بعض دول 2.5 و 0.25، يعني 2.5 وحطينا عليهم ربع يبقى 2 و3 ارباع، يعني تبقى 2.75 مول. بس كده. واقوم قايل والله اكس ايكوال 1 تايمز الراجل ده اوفر 2. فطبعا هنا اهي ماشي، خليني كده اوكي. دي لما انا جمعت النمبر في مول 2.75، خلينا نشتغل اللي انا كتبته دلوقتي ده عشان ما تتلخبطش. 1 تايمز الرقم ده اوفر 2 فتبقى 2.75 اوفر 2 تطلع كام؟ كام مول يا فندم؟ 1.375 1.375 مول. ويبقى ده النمبر اوف مول اللي محتاجينه من السلفيوريك اسيد علشان يتفاعل مع الكميه دي اللي موجوده جوه السوليوشن من الصوديوم هيدروكسيد. فتكتب هنا النمبر اوف مول 1. الرقم اللي احنا طلعناه ايا يكن ايه هو 1.375 مول. شكرا. بس كده. وده سؤال يبقى رايق واحنا حليناه بطريقه اروق. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك how many grams of barium chloride are needed to obtain، يعني عشان نحصل على، طبعا انا شفتش ده، 0.5 لتر of a solution with chloride ion concentration كذا. كلورايد ايون اللي هي جواه كذا. فطب انا ممكن اقول لك الكونسنتريشن بتاعه هو، ما انت الباريوم كلورايد طبعا على طول اول ما جاب لي سيره ايون موجود جواه اعمل ريشيو على طول BaCl2 بيطلع كام كلورايد. طالما هو جاب لي سيره الكلورايد يبقى 2Cl نيجاتيف. فال1 مول بيطلع 2 مول. يبقى الكام مولر؟ هو مديني كام مولر؟ الكلورايد 0.5 مولر. 0.5 مولر. كام مولر بقى من الباريوم كلورايد؟ خلاص يبقى كأنه بيقول لك ان الباريوم كلورايد المولاريتي بتاعته ايكوال 1 تايمز 0.5 اوفر 2، يعني تطلع 0.25 مولر. يعني كأنك بيقول لك اهو انا عايز اطلع تو اوبتين 0.5 لتر اوف الكميه دي اهي مولاريتي من الباريوم كلورايد. فاهم حاجه؟ طيب فبالتالي كده المولاريتي بتاعتي ايكوال النمبر اوف مولز اوفر الفوليوم. فانا معايا مين؟ انا معايا الفوليوم اهوت ومعايا المولاريتي. يبقى اقدر اجيب النمبر اوف مولز سهله جدا راجل. المولز ايكوال ام في اللي هو المولاريتي تايمز الفوليوم. المولاريتي بكام؟ احنا طلعناها 0.25 تايمز الفوليوم بكام؟ هو بيقول لي 0.5 نص الربع ايكوال تمن اللي هو 0.125. طبعا ده نمبر اوف مول يبقى مول. بس كده. وهو المطلوب اثباته، مش متاكد من حسبتي فاعمل 0.5 تايمز 0.25 تطلع معايا تمن يا فندم اللي هو اهو. اوريك التمن بس استنى. 0.125 مول. طبعا اللي بيروح يشتري حاجات من السوق هو عارف التمن كام جرام بالظبط. ماشي. 3 how many moles of anions يعني نيجاتيف ايون dissolved in 0.1 لتر. ماشي. ثواني بس كده نظبط الدنيا دي. 0.1 مولر ألمنيوم كلورايد سوليوشن. طيب يعني انا معايا سوليوشن من الألمنيوم كلورايد، خلينا اكتبه لك بس كده الاول. ألمنيوم كلورايد ماشي. هو ده سوليوشن منه
والسوليوشن ده النمبر، الفوليوم بتاعه سوري، وده الكونسنتريشن بتاعه. طب ما انا اقدر اجيب من الرقمين دول النمبر اوف مولز. هو بيقول لك هاو ميني مولز بس بتاع الاناينز، فانا مش هقول له الاناينز، انا هتكلم الاول على الالومنيوم كلورايد كله. فالنمبر اوف مولز بتاعت اهو نمبر اوف مولز اوف الومنيوم كلورايد ايكوال ان سوليوشن 0.1 تايمز 0.1 اللي هي هتطلع كام؟ 0.1 تايمز 0.1 تطلع 0.0001 0.01 اهيت 0.01 مول. بس ده النمبر اوف مول بتاع الالومنيوم كلورايد كله. هو عايز النمبر اوف مول بتاع الاناين بقى تحديدا. فوالله عندك حاجه من اتنين، يا اما تشتغل بالقانون اللي احنا كنا بنشتغل بيه، يا اما تعمل ريشيو براحتك. انا عايز اعرف النمبر اوف مول بتاع الكلورايد. اعمل ريشيو كده، جرب اعمل ريشيو. ادي الالومنيوم كلورايد AlCl3، ريشيو ما بينها وما بين الكلورايد اللي موجود جواها اللي هو 3Cl نيجاتيف. فبالتالي ال1 مول بيبقى جواه 3 مول، يبقى الكميه من المول دي اللي هي 0.01 مول ايكوال اكس مول، او جواها اكس مول. فيبقى 3 تايمز الرقم ده، يبقى اهو المولز اوف الكلورايد ايونز Cl نيجاتيف ايون 3 تايمز الرقم ده اللي هتطلع 0.03 مول. طبعا انت ممكن تجيبها بالريشيو، وممكن تجيبها بالنمبر اوف مول اوف ايون ان ا كومباوند اللي احنا كنا بنعد فيه الايون اللي هم 3 تايمز النمبر اوف مول بتاع الكومباوند نفسه من غير ما نكتب افوكادو، فيبقى 3 تايمز 0.01 هي. ماشي، لو انت مش عارف القانون اللي انا قلته ده فانت بس ما اتفرجتش على المحاضره الرابعه اللي احنا نزلناها. طيب question number 3 calculate the molarity of each of the following. ماشي، انت عايز المولاريتي. ions produced by، طبعا هو كده عايز المولاريتي بتاعت الايونز produced by dissolving كميه معينه من الصوديوم سلفيت اللي هو اسمه Na2CO3، انا اسف Na2SO4، ده سلفيت مش كربونات. كده الواحد ابتدى يهيس، بس الاسئله بصراحه جامده، انا بحب جدا الاسئله اللي فيها افكار دي. انتوا بيدوسوا عليكم في المدرسه، بس يا باشا انا بص، اي حاجه تعلي من مستوايا انا دوس وانا مبسوط طالما هتعلي من مستواي. فبيقول لك طبعا انا مسحت الرقم من غير ما اعرف هو كميته قد ايه. ايوه 0.1 لتر اوف بيور ووتر. واحده بقى، انت دوبت ده جوه الكميه دي من الميه، فطبعا انت تقدر تجيب مولاريتي. ما هو المولاريتي هي ايكوال النمبر اوف مولز اللي انت دوبتها، فلازم طبعا نعرف النمبر اوف مول بتاعت الصوديوم سلفيت. فالصوديوم اهوت 2 في 23 ب 46 زائد السلفر ب 32 زائد 64 من الاكسجين يبقى 142، يبقى النمبر اوف مولز هو الماس اوفر المولر ماس 142 اهوت. عملنا الماس ديفايدد المولر ماس، ما الحته دي كده بتتكلم عن النمبر اوف مول، وتحت اكتب الفوليوم على طول. الفوليوم 0.1 ده المولاريتي بتاعت مين؟ بتاع الصوديوم سلفيت. فبالتالي انا هنا هحسب المولاريتي بتاعت الصوديوم سلفيت عادي. ادي يا سيدي لما احسب الماس على المولر ماس عشان اوريها لك انها لوحدها هياها ديفايدد عشان اجيب النمبر اوف مول، وبعد كده اعمل ديفايدد 0.1 تطلع 1 اهي. 1 مولر 1 مولر ده الكونسنتريشن بتاع الصوديوم سلفيت كله، بس هو عايز الكونسنتريشن بتاع الايونز. فبالتالي هعمل ريشيو جميله، ادي الصوديوم سلفيت نعمل ريشيو ما بينه وما بين الايونز اللي جواه، 2 من ال Na بوزيتيف وكمان كام سلفيت؟ واحده بس السلفيت SO4 نيجاتيف 2، ونقوم عاملين الريشيو الجميله بتاعتنا بس نخليها بلون مختلف وبخط اصغر تاخد بالك من الفرق. ادي يا سيدي ال1 مول بيبقى جواه 2 مول من ده 1 مول من الايون ده. فالكونسنتريشن طبعا انا معايا 1 مولر من الصوديوم سلفيت، يعني ده مولر سوليوشن منه اهو. هيبقى جواه كام مولر من الصوديوم؟ 2 تايمز 1 اوفر 1 هيبقى جواه 2 مولر، 1 تايمز 1 اوفر 1 و1 مولر من السلفيت. بس خد بالك هنا هو عايز المولاريتي بتاعت الايونز عموما بقى، فانت هتجمع له الاثنين مع بعض. فهو المولاريتي اهي 2 مولر و1 مولر، يبقى تقوم قايل له والله المولاريتي اوف ايونز، المولاريتي بتاعت الايونز مولاريتي اوف ايونز ايكوال 3 مولر. بس كده 3 مولر. اصل ال1 مولر لو احنا بقى نشتغل شغل احسن بقى من كده في المسائل اللي جايه، انا بس اصريت ان انا اعمل ده كده بالتفصيل. ده ال1 مول سوري، ال1 مول ده جواه كام مول قدام عينك؟ جواه 2 من الصوديوم وواحد من السلفيت، يعني جواه 3 مول. فانا كان ممكن اكتب ان هو جواه 3 مول، فوالله ال1 جواه 3 يبقى ال1 مولر جواه 3 مولر هياها.
تعالى تفهم اكتر في السؤال اللي بعده، تفهم قصدي. هو بيقول لي انا عايز المولاريتي بتاعت سوليوشن اوف الومنيوم سلفيت، فطبعا لازم اكتب الالومنيوم سلفيت Al2SO4 باي 3 with an ions molarity of 0.2. هو بص بيقول لك ايه المولاريتي بتاعه الايونز 0.2، فانا لازم اعمل ريشيو ما بينه وما بين الايونز كلها عموما. هتقول لي طب الالومنيوم ايون ولا السلفيت ايون؟ يا راجل بقول لك الايونز كلها مع بعضها، فانت هتعمل الاثنين وتجمعهم مع بعض، او الاسهل بقى انا اقوم قايل والله ان الراجل ده جواه كام ايون على طول، 2 من الالومنيوم ايون و3 من السلفيت ايون، يبقى جواه 5 ايون. بس كده 5 ايونز. فالخمسه الايونز ديت اهي، لو انا هعمل ريشيو بقى هتقوم قايل لي والله ال1 مول بيبقى جواه 5 مول من الايونز عموما، فيبقى المولاريتي بتاعت الايونز 0.2 مولر هيكونوا جايين من مولاريتي قد ايه؟ فتقوم قايل اكس ايكوال 1 تايمز الرقم ده اوفر 5. بس كده يبقى 0.2 اوفر 5 تطلع معاك 0.04 اهو 0.04 مولر. بس كده يبقى انا جبت المولاريتي بتاعت السوليوشن. طيب بعد كده السؤال اللي بعده عايز المولاريتي بتاعت سوليوشن بروديوسد باي ديزولفنج كميه معينه من السيلفر نايتريت اللي اسمه AgNO3 ماشي ان 500، طبعا نص لتر اهوت، نص لتر من الديستلد ووتر. فطبعا ده سؤال اهبل قوي. المولاريتي ايكوال النمبر اوف مول، هو مش مديني نمبر اوف مول فنجيبها ماس ديفايدد المولر ماس. المولر ماس بتاعت الاي جي ان او 3 نحسب الاي جي ب 108 بلس الان ب 14 بلس 3 تايمز 16 ب 48 فيطلع 170. فانا فهمت ان الرقم فعلا صح 17 170. ايوه هنعمل ديفايدد فيبقوا شبه بعض، تبقى 0.1 ديفايدد التوتال فوليوم اللي هو 0.5 فيبقى على طول اهو 17 ديفايدد 170 اوفر 0.5 طلعت معايا خمس يعني 0.2 يبقى 0.2 مولر. وده سؤال عبيط. كاتاينز ان مولر يا نهار ابيض على الكاتاينز، يعني دي بوزيتيف ايونز، ما هو كاتاين يعني بوزيتيف ايون واناين يعني بوزيتيف نيجاتيف اناين. ان ا مولر سوليوشن، مولر سوليوشن يعني 1 مولر اوف كبر سلفيت. طبعا 1 مولر من الكبر سلفيت، ادي الكبر سلفيت CuSO4 والكبر الفالنس بتاعه 2 والسلفيت الفالنس بتاعه 2، فلازم اعمل ريشيو. ادي الكبر سلفيت لو عملت ريشيو فبالتالي هو عايز الكاتاينز يعني الكبر لوحده، فوالله الكبر سلفيت جواه واحد بس من الكبر بوزيتيف وجواه واحد من السلفيت بس ما خصوصنش السلفيت، انا عايز الكبر. فبالتالي ال1 مول جواه او بيطلع 1 مول من الكبر، يبقى المولاريتي اللي هو مدياني ال1 مولر من الكبر سلفيت اكيد جواه اهي اكس مولر، يبقى المولاريتي بتاعت الكبر اهو مولاريتي اوف كبر ايونز اهي ايكوال 1 مولر. بس كده يا مسهل. ماشي question number 4 by dilution of sulfuric acid solution from 1 molar يبقى ده كان M1 to M2 so the number of moles will decrease to half ولا تعالى اوريها لك بس من ملزم مش محتاج تفكير اصلا. اهو بص انا كاتب لك ايه when any solution is diluted النمبر بتاع المول والله ما بيتغير remain constant. الفوليوم هو اللي بيزيد والكونسنتريشن بيقل، ولكن النمبر اوف مول انت ما زودتش نمبر اوف مول ولا قللت، هو لسه موجود زي ما هو، فبالتالي انا مش محتاج افكر اهو remain the same. واي حد عايز الملازم هي موجوده في اللينك اللي موجود في الجروب بتاع الواتس بتاع تانية ثانوي. طيب نمبر 2 الفوليوم اوف صوديوم سلفيت Na2SO4 ده كده الصوديوم سلفيت سوليوشن. اتس كونسنتريشن ام حلو والفوليوم بتاعه في جميل قوي. اتس فوليوم از تريبلد باي ديستلد ووتر. يا سلام انا بعشق ان انا اتعامل بالرموز، بس دي ماثيماتكس اكتر. لو انت ما بتعشقش الموضوع ده فتعالى نعشقه سوا. طبعا انت بيقول لك ان الفوليوم تريبلد باي ديستلد ووتر يبقى معنى كده ان احنا خففنا، يبقى M1 اكتب القانون M1 V1 ايكوال M2 V2 جميل. فهو بيقول لك يا فندم ان الفي ده كده انا هكتبه ان ده V1 والكونسنتريشن بتاعه كان M1 اللي هو اسمه M. اتس فوليوم يبقى ده V2 بقى V2 is تريبلد يعني بقى 3 V. يبقى انا اكتب كده والله بص V1 هنسميها V اما V2 هي 3 V تمام. طب M1 هي اسمها M هو اللي بيقول له. طب M2 احنا بقى اللي هنحسبها، فبيقول لك سوزا concentration of sodium ions لا دي قصة تانية. اولا احنا هنحسب M2
هو عايز الصوديوم ايونز ده بعد بعد التخفيف. فانا طبعا احنا بنتكلم على مين؟ صوديوم سلفيت اهوت، ادي الصوديوم سلفيت. خلينا نحسب M2. ف M2 equal M1 V1 over V2. M1 بكام؟ اسمها ايه؟ اسمها M تايمز V1. فين V1؟ اسمها V. طيب اوفر V2 اللي هي 3 V. ماشي، فال V اوفر V تطير، فيبقى M اوفر 3. تمام، اللي هي اسمها M1 بقى، اللي هي M تقريبا مش M1. ماشي استنى. ماشي بس كده، يبقى ال M2 هي عبارة عن M اوفر 3. جميل. هو بقى عايز الكونسنتريشن بتاع الصوديوم سلفيت كله اللي هو M اوفر 3؟ لا، ده عايز الكونسنتريشن بتاع الصوديوم ايونز. فانا هعمل ريشيو جميلة. ادي يا سيدي الريشيو الجميلة Na2SO4. نعمل ريشيو جميلة. فوالله ده جواه كام صوديوم ايون؟ جواه 2 صوديوم ايونز. فيبقى ال1 مول بيخرج 2 مول. يبقى الكمية الغريبة ده هي اللي هي اسمها M اوفر 3 مولر طبعا. جواها كام مولر من الصوديوم؟ فاكس طبعا ايكوال 2 ملتبلاي الرقم ده اوفر 1، يعني 2 ملتبلاي M اوفر 3، يعني كلهم اوفر 3، يعني 2M اوفر 3 اهي. 2M اوفر 3. يا سلام. مسألة جميلة ما تنكرش، دي مسألة جميلة. طيب خلينا ننظف الدنيا كده ونحل. طيب بيقول لك the volume of water required to dilute، فقمت قايل له يبقى انت تقصد دلتا في اللي هي equal V2 minus V1. طيب to dilute 1 لتر، يبقى ده كان V1 صوديوم كلورايد solution from ده M1 to M2. طب الحمد لله سؤال سهل. يبقى انت عايز V2 لان انا معايا V1، يبقى V2 على طول. ما انا لو كتبت القانون كله M1 V1 equal M2 V2، فانت سيادتك لو عايز V2 فانت هتعمل كده اهوت. انت عايز V2 يبقى M1 V1 over M2 اللي هي ايكوال فين M1 و V1؟ M1 V1 ب 1 و M1 ب 0.3، يبقى 0.3 تايمز 1 ان شاء الله خير اوفر 0.1. السؤال ده اتكرر تقريبا. ايكوال 3 لتر. قول جميل. فبالتالي لان الفوليوم بيتقاس بالليتر، انا عايز الفوليوم اوف ووتر ريكوايرد، فانت بتتكلم على الدلتا في اهي. دلتا في ايكوال V2 ماينس V1 اللي هي ايكوال 3 ماينس 1 اللي هي الفي 1 اللي هي ايكوال 2 لتر. 2 لتر اهي. فكده اصبح السؤال بيقول ان انا كان معايا فوليوم 1 لتر، حطيت عليه 2 لتر، ما ده الفوليوم اللي هو بتاع الووتر، علشان يعمل لي V2 اللي هي 3 لتر. نيجي احنا هنا بقى ونقوم عاملين كده ونقوم كاتبين الحمد لله. لازم تفضل كده تحمد ربنا ان هو وفقنا الحمد لله وخلصنا مع بعض التقييم الرابع. اسئله قويه، انا اتمنى ان انت تكون فاهم كل الاسئله اللي فيه وتطبعها. الاسئله دي كويسه جدا، الاسئله دي احنا اصلا هنشتغل عليها كافكار وكمان في المراجعه بتاعه شابتر 1. يلا نشوفكم دايما على خير يا ابطال تانية ثانوي. نحبكم في الله جدا والله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.